تم اختيارك للعمل بمصحة مسكونة بالأرواح الشريرة. وين؟ بالمغرب العربي. لأول مرة قصة من المغرب من ممرضة تم اختيارها لتشتغل بمصحة معروف عنها إنه ما في حدا اشتغل فيها كمل الشهرين. أنا تيمار وما بحب خاف لحالي، يلا نخاف سوا. بهي المصحة دايما في أحداث غريبة مرعبة، أصوات وشكاوي سواء من الطاقم الطبي أم المرضى. أنا كنت بشتغل بقسم الإنعاش حديثي الولادة، بتتكون من 4 غرف صغيرة. هدول الغرف بيكون الأبواب فيهن عبارة عن زجاج ضبابي. بيوم كنت عم بشتغل بدوام جزئي وبعدها حسيت بمغص ببطني، رحت أخذت دواء، قعدت على الكرسي شوي لأستريح، وكانوا كل الغرف فاضيين ما عدا غرفة وحدة كان فيها طفل لابس قميص أحمر مع أمه اللي لابسة جلباب مغربي باللون الأصفر وحجابة حرير لونه أخضر ملكي. بعدين لاحظت أنه واحد من ال4 غرف اللي مفروض تكون فارغة بيظهر من زجاج خيال امرأة قصيرة لابسة حجاب. بهاي اللحظة جاني استدراك بطيء للموقف. بعدها قلت مع حالي مين بيكون داخل هاي الغرفة؟ المفروض هاي الغرفة فارغة. رحت دغري فتحت الباب، ما لقيت حدا ولا حدا جوا الغرفة. انصدمت كتير وما فهمت، مع العلم انه الغرفة عندها باب واحد، لو طلع احد منا حشوفه. تاني يوم دوام ليلي وكنت واقفة بالممر، ظهرت لي امامي نفس المرأة بنفس الشكل، بس هالمرة كانت امامي وعم تنظر لي بشكل مباشر. قربت شوي، اختفت بلمح البصر لحد ما اجا اليوم اللي طفشني حرفيا من الشغل. كنت عم بشتغل بمناوبة ليلية، فلما كنت على المكتب قاعدة اجت زميلتي وقالت لي أنا حروق أتعشى. هاي زميلتي عندها أسلوب كلام مؤدب ومنتفاهم كتير. راحت تتعشى لمدة قليلة، رجعت بملابس بألوان مختلفة ونظراتها قوية ومخيفة. قالت لي ليش ما تشتغليش؟ ليش؟ وتصرخ علي. بعدها راحت ورجعت بالملابس الأولى وتضحك معي عادي وكأنه ما صار شي بيناتنا. قلت لها صار معي هيك؟ انتي هلأ جيتي وحكيتي معي؟ قالت لي لا مو أنا. قلت لها انتي متأكدة ما تضحكي؟ قالت لي لا قسم بالله مو أنا، بس مثل هالأمور بتحدث كتير بهاي المصحة ولازم تتعودي عليها. وهاد كان رسميا آخر يوم إلي، ومن يوم حرمت حتى أمرق من هاي المنطقة. يا ترى بتعرفوا كمان أماكن مسكونة؟ اكتبولي بالكومنتس ولا تنسوا تشتركوا بالقناة.